لفريق برشلونة. لو نطلعكم على آخر 10 بطولات للدوري فاز فيها برشلونة بالتفاصيل طبعا في آخر 10 سنوات أو في من عام 94 فاز في موسم 92 93 93 94 98 99. بعد ذلك كان هناك غياب لمدة 5 مواسم لم يحرز فيها برشلونة أي لقب حتى عام 2005 عندما جاء رونالدينيو مع فرانك رايكارد على رأس الفريق بالإضافة إلى ديكو والرئيس آنذاك لابورتا. أيضا تكرر الإنجاز في عام 2006 لم يعد، كان هناك غياب لمدة موسمين فاز فيها ريال مدريد 2007 2008. بعد ذلك عندما جاء غوارديولا تمكن من إحراز غوارديولا مع الفريق 3 بطولات 2009 2010 و2011. وطبعا الموسم الماضي كان قد فاز ريال مدريد بذلك الفارق الكبير. وفي هذا الموسم أحرز برشلونة اللقب من جديد في عام 2012 2013. حاليا الفارق هو 10 نقاط بينه وبين برشلونة. طبعا هناك ما زال هناك مباراة أقل لبرشلونة عن ريال مدريد. إذا البارسا فاز في الدوري ب 22، بكأس ملك إسبانيا ب 26، طبعا هو رقم قياسي في الدوري، رقم قياسي، وبحوزة ريال مدريد ب 32، كأس سوبر الإسبانية ب 10 مرات، دوري أبطال أوروبا ب4 مرات، كأس العالم للأندية مرتين في 2009 وفي 2011، وأيضا كأس السوبر الأوروبية في 4 مناسبات. هذه هي أرقام البارسا، هذه كل إنجازات البارسا على مدى التاريخ. إذا على مستوى البطولات المحلية والقارية البارسا هو الذي يتصدر هذه القائمة ب 83 لقب. بعد ذلك ريال مدريد ب 78، مانشستر يونايتد ب 61، ليفربول ب 60، وبايرن ميونخ ب 57 لقب على المستوى الأوروبي والقاري والمحلي. يوفنتوس ب 53، ميلان ب 49، انتر ميلان ب 39، أرسنال ب 39، وأتلتيك بيلباو ب 33 لقب. فقط لو سمحت نتكلم عن الإنجازات يعني من الألفية الجديدة